النهاردة بنعيد وفرحانين بعيد القديس العظيم ماري مرقس الرسول 30 برمودا. اتولد في القيروان في ليبيا، وأمه القديسة مريم اللي فتحت بيتها كنيسة للرب ويسوع والتلاميذ. حتى بعد صلب الرب يسوع المسيح كانت بتستضيفهم، وكانت بتخدم مع النساء اللي هم كانوا بيخدموا الرب يسوع المسيح وبيتبعوه. أبوه أرسطو بولس وكانوا من اليهود الأغنياء، وكان يملكوا البيت هم كانوا فيه ده وبستان جسيماني. وكان القديس ماري مرقس له اسمين، زي معلمنا بولس الرسول كان اسمه شاول، وماري معلمنا بطرس كان صفا، فكان يحمل اسمين يوحنا ومرقس، اسم اليهودي يوحنا والروماني مرقس. ونلاحظ الاسمين الاتنين متضادين، واحد مطرقة والتاني حنان، فكأن في حزم وطيبة. فكان ده توازن في شخصية القديس العظيم ماري مرقس الرسول، مش تناقض. وده كان كأنهم بيكملوا بعض. وكمان هو من 70 رسول، وله ألقاب زي ناظر الإله والإنجيلي والشهيد وكروز زيارنا مصرية كتير جدا. وكتب إنجيله في 61 ميلاديا، وهو أقدم إنجيل وأول إنجيل اتكتب. ورسالته كانت موجهة للرومان، وهو أول شخص يكتب حياة الرب يسوع المسيح. وأسس القديس العظيم ماري مرقس مدرسة الإسكندرية اللاهوتية اللي خرجت منها بطاركة كتير جدا، منهم القديس باسيليوس الكبير وغريغوريوس ويوحنا ذهبي الفم. وكان له اختيارات ناجحة جدا، وكانت كل اختياراته في محلها، وكأن القديس كان سابق عصره وقتها. اختياراته في انه يختار القديس يسطس مدير للمدرسة دي وقتها، برغم ان الاسكندرية وقتها كانت مليانة وكانت مركز للعلوم والثقافة وقتها، وكان فيها من العلوم والعلماء المميزين، لكن الرب اعطاه نعمة. وكمان عشان نعرف قد ايه اختياراته كانت عظيمة، القديس يسطس اللي هو كان مدير المدرسة ده بقى البابا رقم 6. وبعد كده انيانوس اللي دخل لما دخل اسكندرية بقى اسقف بعد كده، وبعد اسقف بقى البابا رقم 2، و3 كهنة برضو دول بقوا 3 باباوات، و7 شمامسة. فكان عنده مواهب متعددة زي ما احنا قلنا. كمان هو اللي وضع القداس الكيرلسي، وكان نسبوه للقديس كيرلس عمود الدين لأنه أضاف لبعض الصلوات. فخدم في القيروان الأول، وبعد كده في الإسكندرية وفي آسيا الصغرى، ومع معلمنا بولس الرسول في روما. وراح في الخمس مدن الغربية، وكمان مع معلمنا بطرس في خدمة أورشليم وفي بيت عنيا. وراح أنطاكيا وجزيرة قبرص، وبعد كده راح لبنان وكلوسي، وراح بلاد أوروبا وفي أفريقيا. راح بلاد كتيرة جدا ومدن من قارة لقارة، ولف أقطار المسكونة كلها. كمان كان مستنير الفكر. ويعتبر القديس ماري مرقس هو الذي يملك أول كنيسة في العالم اللي هي كانت بيته. ويميل بقرابة لماري معلمنا بطرس، وكان يعتبر خاله القديس برنابا الرسول. يرمز للقديس ماري مرقس بالأسد. يرمز للقديس العظيم ماري مرقس بالأسد لأنه بيبدأ إنجيله بصوت صارخ في البرية، وكأنه صوت أسد. لما كان مسافر هو ووالده، هنحكيها دلوقتي، ظهروا له أسدان وصلى عليهم فانشقوا وماتوا. في الرحلة الأولى لمار معلمنا بولس الرسول كان معاهم القديس مار معلمنا مرقس، وده بيذكر في إصحاح أعمال الرسل إصحاح 13، ويقول وأما يوحنا ففارقهم ورجع إلى أورشليم. يقال في الوقت ده إن في بداية خدمته إنه مرض بمرض الملاريا، فسابهم وفارقهم في برجة ورجع لأورشليم. ويقال رأي تاني إن هو لما شاف الأمم بيدخلوا الإيمان تعثر. أيا كان السبب، هو في بداية خدمته يقال كده إن هو زي ما بنقولها كده فشل في خدمته. في إصحاح 15 مار معلمنا بولس الرسول في الرحلة التانية مرضيش ان هو ياخد القديس مار معلمنا مرقس معاه، لانه قال ان اللي يستحسن اللي فارقهم في برجة انه ما يروحش معاهم ويكمل العمل معاهم. يعني بالعربي كده مار معلمنا مرقس ده ما ينفعش الخدمة، وده معطل ليهم. فقديس برنابا كان مشجع جدا وبيشجع الشخصيات في بداية حياتهم، يعني زي مار معلمنا بولس كده اللي وقف معاه في البداية برنابا، القديس برنابا الرسول.
ويقال على القديس برنابا ان هو صانع النجوم لانه وقف مع بولس الرسول. وبرضو هنلاحظ ان هو ساب مار معلمنا بولس في الوقت ده ومشي مع مار معلمنا مرقس علشان يوقفوا على رجليه ويسنده. بعد كده مار معلمنا بولس الرسول اخد معاه سيلة وراح الرحلة بتاعته، وبرنابا اخد مرقس. لكن بعد كده مار معلمنا بولس الرسول ابتدى ان هو يأيده لان هو نجح في الخدمة. في رسالته لأهل كولوسي اصحاح 4 بيقول: ومرقس ابن اخت برنابا الذي اخذتم لاجله وصايا اتى اليكم فاقبلوه. وفي رسالة مار معلمنا بولس الرسول في تيموثاوس كتب وقال له: خد مرقس واحضره معك لانه نافع لي للخدمة. بعد كده شاهد له القديس مار معلمنا بولس الرسول في الرسالتين دول. القديس مار معلمنا مرقس الرسول شاف بعينيه تعب مار معلمنا بولس الرسول لأنه كان أكتر التلاميذ تعبا، وكمان شاف أشخاص كتير جدا أثروا في حياته، أولهم الرب يسوع المسيح لأنه كان ناظر الإله، ووالدته القديسة مريم التقية. ومن هنا استلم فعلا إيمان قوي من الناس دي. بدأ ماري مرقس الرسول خدمته وهو فقير، بالرغم ان هو كان غني. والده ارسطبولس زي ما احنا قلنا كان عنده اموال كتير، برغم ان البربر هجموا عليهم في ليبيا وانتقلوا اورشليم، الا ان هو كان يملك اموال كتيرة زي ما احنا قلنا. وهو ماشي مع والده في مرة هجم عليهم اسدان، وهو في الطريق ابوه قال له اهرب انت، فراح ماري مرقس مرضيش يهرب لكن ركع وصلى للرب يسوع فانشق الأسدان وماتوا. فمن هنا أصبح أبوه اللي كان يهودي آمن بالرب يسوع المسيح على إيدين مار معلمنا مرقس. مار معلمنا مرقس الرسول كان له إيمان وعزيمة تنقل الجبال، لأنه راح بلاد غريبة وكانت غريبة في ديانتها وفلسفتها ولغتها وفي كل حاجة، وابتدى إن هو يوصل كلمة ربنا للناس دي كلها. بدأ من الصفر من غير أي إمكانيات خالص، ولا بيت ولا كنيسة ولا مساعدين ولا أي حد، بالرغم ان كانت لغتهم القبطية والهيروغليفية ولغات كتيرة وهو ما كانش يعرف الا يوناني ولاتيني. بدأ مار معلمنا بولس مرقس الرسول خدمته. ابتدى لما دخل الاسكندرية وهو ماشي، كلنا عارفين القصة ان الحذاء بتاعه تهرأ من كتر السير، وابتدى ان هو راح لواحد اسكافي فهو بيخيط له الحذاء ده، دخل المخراس في ايده فصرخ يا الله الواحد. فمن هنا مار معلمنا مرقس استغل ان هو يسمع عن الاله الواحد، لان كانت الفلسفة وحكمة المصريين وقتها كانوا ليهم افكار تانية. ابتدى ان هو يدخل لهم من الحتة دي زي مار معلمنا بولس لما لقى الاله المجهول على المذبح. بدأ ان هو يحكي له عن الرب يسوع المسيح، فآمن انيانوس الاسكافي ده بالرب يسوع المسيح وخده لبيته، وآمن هو واهل بيته، واول بيت يؤمن بالرب يسوع المسيح في الوقت ده. لحظة استشهاد القديس العظيم ماري مرقس بعد جهاد كتير قوي زي ما احنا قلنا، والبلاد اللي كرس فيها باسم الرب يسوع المسيح وتعب كتير جدا، جات لحظة استشهاده وهو بيصلي في كنيسة بوكاليا في يوم عيد القيامة. ألقوا القبض عليه وجروه بحبل وربطوه في الحصان، وابتدى ان هم يستهزئوا بيه ويقولوا جروا التنين في دار البقر، لان بوكاليا معناها دار البقر. وابتدى ان هو يجروه في شوارع اسكندرية كلها. تناثر جسد القديس العظيم ماري مرقس ولحمه، سالت دماؤه الزكية في شوارع اسكندرية كلها. وبعد كده جوم في الليل حطوه في السجن، فظهر له الرب يسوع المسيح وشفاه وقواه ووعدوا بالإكليل. وفعلا حبوا ان هم يكملوا تعذيب وهم بيعذبوا في القديس، فرق الروح. ومن هنا ابتدى ان هو من كتر شرهم ان هم يتخلصوا اكتر من جسد القديس، أضرموا نار عظيمة جدا عشان يحطوا الجسد وما يبلوش أي أثر. لكن الرب يسوع المسيح أرسل أمطار فأطفأت وقتها النار، ومن هنا الناس الأشرار دي هربت من كتر الأمطار، وخدوا المؤمنين جسد القديس وكرموه بإكرام عظيم جدا. واستشهد القديس سنة 68 ميلادية. اتعرض جسد القديس ماري مرقس الرسول للسرقة أكتر من مرة. في سنة 827 ميلادية كان في ناس تجار من البنادقة دول أخدوا الجسد بحجة إن هم يحافظوا عليه وخدوه لفينيسيا.
لكن في وقتها خدوه بحجة ايه؟ ان كان في حاكم وقتها، الحاكم ده اللي كتب الكلام ده حبيب جرجس. فكان الحاكم ده كان عايز يبني قصر كبير له، وقال ان هو يهدم كنايس مصر كلها وياخد الأعمدة اللي فيها علشان يبني قصر له هو. فمن هنا ابتدى الناس التجار دول يروحوا للناس اللي حارسين جسد القديس ماري مرقس، لان هم كانوا واضعين حراسة على جسد القديس علشان اتعرض للسرقة. فابتدى انه ناس التجار دول يدوهم فلوس كتيرة، وقالوا لهم ادونا الجسد عشان احنا نحافظ عليه، لانه ما لما يهدموا الكنيسة مش هنعرف الجسد ده هيروح فين. واقنعوهم فعلا بكده، وابتدوا ان هو ياخدوا الجسد منهم. فالناس اللي هم الحراس اللي على جسد القديس ماري مرقس دول قالوا لهم طب انتوا هتطلعوا من العرب دول وتسافروا لفينيسيا ازاي بالجسد؟ فمن هنا خدوا كان عندهم حيلة ذكية جدا، حطوا جسد القديس، فرغوا عمود من عمود الكنيسة وحطوا الجسد فيه، وخدوه في المركب، وهم في المركب حطوا عليه لحوم من لحوم الخنازير عشان لما يجوا يفتشوا. وفعلا جم فتشوا على هم بيفتشوا المركب، لقوا لحوم الخنازير على العمود. ومن هنا مرضوش ان هم او ما كملوش تفتيش. فأقنعوا الناس التجار دول الناس اللي كانوا حارسين جسد القديس ماري مرقس بالكلام ده، وفعلا عشان يهربوا من الناس العرب عملوا كده، وهرب بكده خدوا الجسد بالحيلة الذكية بتاعتهم، وراح لفينيسيا، وهو حاليا جسد القديس ماري مرقس في فينيسيا. وبكده اتنقل الجسد من الكنيسة بوكاليا، لأن وقتها الروم هم اللي كانوا مسؤولين عن الكنيسة مش الأقباط، واتنقل لفينيسيا. ورأس القديس ماري مرقس برضو تعرضت للسرقة في وقت دخول العرب. كان الرأس وقتها عليه حراسة، وكانوا خايفين أحسن إن هو يتسرق برضو زي الجسد. ففي جند من جنود عمر ابن العاص لقى جسد القديس، وتخيل إن هو كان في صندوق سمين، فتخيل ان ده فيه مجوهرات. فاخد الرأس القديس وحطها في مركب من المراكب وخباها. فكل المراكب مشت الا المركب دي ما مشتش. فاستغرب جدا عمرو ابن العاص وقتها، وامر ان هي تفتش جامد جدا. فلما فتشوا المركب لقوا الصندوق ده، فعرفوا وقتها ان دي رأس القديس عظيم ماري مرقس. فأمر عمر بن العاص إن هم يرسلوا للبابا بنيامين وقتها علشان يجي يتسلم منه رأس المقدس، وعطاله ساعتها 10,000 دينار، وبنى ليه كنيسة في الوقت ده. لكن بعدين هدمت الكنيسة دي، ودخل الرأس تتنقل من مكان لمكان لغاية لما استقرت في الإسكندرية واتبنى عليها كنيسة المرقسية. وفي كتاب للمؤرخ كامل نخلة وصالح نخلة بيتكلم عن رأس القديس ماري مرقس إن البابا بطرس السادس سنة 1722 لما اتعرض رأس القديس للسرقة أكتر من مرة، جاب مجموعة من جماجم القديسين والأساقفة وحط وسطهم رأس القديس ماري مرقس الرسول علشان ما يتعرضش مرة تانية للسرقة. وفعلا من وقتها محدش يعرف أنهي رأس القديس ماري مرقس الرسول. لما أراد البابا كيرلس إن هو يبني كنيسة كبيرة أو كاتدرائية، ساعدوا فيها الرئيس جمال عبد الناصر بحوالي 100,000 جنيه، وبنى فعلا الكاتدرائية. فابتدى من هنا البابا كيرلس إن هو يحب إن هو يرجع رفات القديس العظيم ماري مرقس لكنيسته، وقال إن هو اتغرب قرون كتيرة جدا، فواجب إن هو يرجع البلد اللي هو سفك فيها دمه. كده البابا كيرلس عمل محاولات كتيرة جدا مع البطرك فينيسيا، وابتدى ان هو يقول له ان احنا محتاجين رفات القديس ماري مرقس. فطبعا رفض رفض تاما، وقال له انت كده بتهدم كنيستي، ولان هي يعتبر ان هي مكان سياحي والناس بتيجي عشان تزور كمان ماري مرقس، فالناس هتيجي تزور ايه بعد كده؟ فرفض جدا. فابتدى ان هو البابا كيرلس ان هو يرفع صلواته للرب يسوع، وكلنا عارفين صلاة البابا كرولوس. ومن هنا ربنا أرشده إن هو يبعت لرئيسه اللي هو
البابا بولس السادس، وربنا أرشد برضو البابا بولس السادس لطلب البابا كيرلس. ربنا أرشده إن هو يرسل لبطرك فينيسيا ويقول له إن هو المفروض يديله جسد أو رفات القديس ماري مرقس رسول تكون عنده. فوافق بطرك فينيسيا على طلب البابا بولس السادس، ودي كانت فكرة ربنا أرشده ليها. وده يرجع لحب البابا بولس السادس للبابا كيرلس. وبعد كده راح عطاله عظمة من عظام القديس ماري مرقس في صندوق زجاجي، ومعاها وثيقة. أرسل البابا بولس للبابا كيرلس وقال له إن هو جاب رفات القديس ماري مرقس. ففرح جدا وابتدى إن هو يجمع وفد من الأقباط والأحباش علشان يروحوا، وخدوا هدايا معاهم للبابا بولس علشان يروحوا يجيبوا جسد القديس. وفعلا جه جسد القديس في طائرة، وكان ده مساء، وكانت تسبق الطائرة حمام، ومعروف إن الحمام ده ما بيطيرش بالليل. ومع استقبال الشمامسة بالألحان والأساقفة والبطاركة والمطارنة من كل أنحاء العالم، وده سنة 1968. طلع البابا كيرلس علشان يستقبل جسد القديس ماري مرقس، وشاله على كتفه، وكان فرحان جدا بيه، وكان يوم مهيب. بالرغم ان القديس ماري مرقس كانت بدايته شوية في مواقف كانت غريبة، لكن هو كان الأساس راسخ ومتين، وابتدى ان هو يتحدى كل العوائق دي، وابتدى ان هو يخدم بالكلمة. هو نفسه هو الشاب اللي لما قبضوا على الرب يسوع المسيح، فلبس إزار وجري جدا ورا الرب يسوع المسيح، لكن لما غلسوا عليه الحراس ترك ليهم الإزار ومشي عريان. هو ده الشاب ماري مرقس، هو نفسه الشاب اللي ماري بولس الرسول قال عليه إنه ده معطل لينا وما ينفعش يطلع معانا في الرحلة التانية. وهو برضو نفس الشاب اللي رجع ووقف وتحدى كل العوائق دي كلها، وبدأ من الصفر وبدون أي إمكانيات، وساب الغنى بتاعه وراه. وهو برضو نفس الشاب اللي شهد ليه معلمنا بولس الرسول وقال إن هو نافع له للخدمة. بركة القديس العظيم ماري مرقس الرسول تكون معنا، أمين.